بزلزال جيوستراتيجي تضع مصر كل الشرق الأوسط وتلوح بإعادة رسم الخارطة كما يحاول أن يفعل كثيرون. فمن أرض الكنانة كما كانت تسمى ستبدأ أولى إرهاصات هذا الزلزال من هنا، من قلب صحراء قاحلة حيث لا حياة ولا ماء. تخطط مصر لإحياء أخطر فكرة تم دفنها منذ قرن. انظروا إلى هذه الفكرة التي يمكن أن تسمى عبقرية أو مجنونة. مصر تريد إغراق منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط وتحويله إلى بحر صناعي عملاق. ومن أجل أن نحكم على الفكرة يكفي أن نعلم أنه بمجرد رسم خريطة للمشروع استنفرت دوائر الأمن القومي في إسرائيل، بل ربما ارتجفت وصرخ مسؤولوها وساستها غضبا وجزعا وخوفا، بينما يعيد جنرالاتها حسابات الردع من جديد. وهنا قد يسأل سائل: هل يمكن لمشروع تنموي أن يكون سلاحا مائيا صامتا؟ وإن قيض لنا أن نجيبه سنقول له نعم. فالقطارة قد تتحول من حلم مصري إلى كابوس إسرائيلي بعمق يتجاوز 130 مترا تحت سطح البحر، وسطح يفوق مساحة دولة مثل لبنان. تخيلوا كيف أن ملايين الأمتار المكعبة من مياه البحر ستغمر هذه المنطقة خلال سنوات قليلة. وهذا يعني لمن يدرك أهمية الأمر ويعي ما يتربص في تفاصيله تغييرا دائما في توازن الطبيعة وأيضا في موازين القوى. لأننا هنا لا نتحدث عن مجرد توليد كهرباء أو تحسين المناخ المحلي، بل عن خطوة مصرية قد تهز أمن المياه والغذاء في إسرائيل وتؤثر على نمط الرياح وهطول الأمطار في تل أبيب نفسها. ولمن يعتقد أن الخطر يأتي من المياه فقط، دعنا نخبره أمرا مهما. بل يا عزيزنا، الخطر يترافق مع تهديدات من حديد ونار. ففي الخلفية ما يزيد جزع إسرائيل من مخطط المنخفض المائي العملاق تحرك مصر بهدوء نحو تسليح نوعي غير مسبوق منذ عقود، بطائرات تايفون الأوروبية ومقاتلات متقدمة من الصين وأنظمة دفاعية يعاد هيكلتها بالكامل. فهل يمكن أن يكون هذا كله مجرد تزامن أو تحديث روتيني؟ إن كنت أنت تعتقد ذلك، فكثير الجنرالات والساسة والقادة في إسرائيل لا يعتقدون ذلك. ولمن يريد أن يعلم أكثر ويتعرف عن كثب على استعداد القاهرة لمرحلة ما بعد الردع التقليدي، يمكنه أن يتابع على منصات ستيب نيوز عملا مرئيا متكاملا حول صفقة المقاتلات المصرية الجديدة. لكن قبل هذا لنركز في هذا الفيديو على أن إسرائيل ترى المشهد بكامله من خلال منخفض مائي بحجم بحر يترافق مع تسلح مصري متسارع، وبالتالي من الطبيعي أنها تشتم رائحة الخطر. ففي زمن الحروب الصامتة لا تطلق الصواريخ أولا، بل تشيد السدود وتحفر القنوات وتبنى التحالفات. وهذه هي مصر، تعمل بصمت وتخطط لما يبدو أنه بعيد المدى. ولذلك تظن تل أبيب أن عليها الاستعداد للحظة تقترب فيها القاهرة من أن تكون على وشك قلب المعادلة. وهنا لربما تطرح في تل أبيب أسئلة على درجة عالية من الأهمية على صناع القرار فيها. هل دخلت مصر معركة الماء والسلاح بصيغة جديدة؟ وهل المشروع البيئي المعلن هو في الحقيقة رسالة استراتيجية مشفرة؟ ولماذا قد لا تكون القطارة مجرد منخفض، بل مرتفع التهديد القادم؟ والآن لنذهب إلى ما يدور في أروقة الإسرائيليين بالاعتماد على التقارير العبرية، ولتكن البداية مما كشفته تقارير إعلامية عن قيام مصر بدراسة مشروع عملاق لتحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة. وبحسب التفاصيل التي نقرأها في صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية، فإن المشروع المصري الذي يعرف باسم مشروع منخفض القطارة يتضمن إنشاء قناة أو نفق يصل بين البحر المتوسط والمنخفض على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب الإسكندرية، بهدف إغراقه بمياه البحر وإنشاء مسطح مائي ضخم. ووفقا للتقرير، فإن المنخفض الذي يصل عمقه إلى 133 مترا تحت سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 19,000 كيلومتر مربع سيتحول إلى بحيرة صناعية قد تستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية وتحسين المناخ المحلي عبر زيادة الرطوبة، إضافة